عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات حبايب قلب رضوى، عاملين ايه؟ رب تكونوا بصحه وبسلامه وبخير. تعملي ايه يا رضوى النهارده؟ هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي. شوف بقى معايا ايه. معايا دقيق هننخله مع بعض، معايا زيت ومعايا سكر، ايوه، ومعايا ملح ومعايا سمنه مسيحين، ومعايا الزيت ده هنفرده على الطبليه عشان الفرد. هننخل مع بعض الدقيق. ازيكم حبايب قلبي؟ احنا هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت الفلاحي معاكم مع رضوى. هنبدا ننخل الدقيق. الدقيق لازم ننخله عشان لو في حاجه يبقى نضيف، يبقى احنا مطمنين عاملين حاجتنا نضيف. نحط كمان دقيق عشان احنا نعمل ايه، يعني 3 فطاير. انا ما بوزنش، بعمل بالبركه كده. بس هو الدقيق 3 كيلو، السمنه بقى والقشطه والحاجات دي بالبركه كده. نتعلم مع بعض يا بنات. رضوى النهارده قالت لي يا خالته احنا عايزين نعمل فطير مشلتت مع حبايبنا المتابعين اهو. عندنا دول 3 فطاير. هنحط الملح اهو، وهنحط شويه السكر اهو اهو، وهنجيب شرش الجبنه. احنا ما بنرموش زي ما قلنا حبايبي اهو، هنعجن بيه. احنا مش هنحطه مره واحده عشان الفطير المشلتت عايز العجينه بتاعته ما تكونش مرقه قوي عشان نقدر نفرد فيها براحتنا ما تتقطعش. انا هو هتكلم اقول يلا حبايبي احنا بنعجن في الفطير اهو اهو. رضوى عماله تقول انا عايزه اعجن معاكوا يا خالته، قلت لها اغسلي ايدك وتعالي يلا. هو العجين بتاع الفطير بحب عجين كتير. والجماعه بقى احنا النهارده ملمومين مع بعض كده فوق السطح اهو. خلي الجماعه دول يعجنوا برضو معايا، انا مش هعجن لوحدي لان العجين بتاع المشلتت عايز عجن كتير عشان يفرد معانا. يلا يا رضوى قومي هتتعلمي العجين. قومي اقفي وطي يلا اعجني. يلا اعجني كده اهو. ايوه كده بايدك الاتنين. ايوه بايدك الاتنين. شاطره يا رضوى. اشر الطرحه دي كده. يلا لا التك شطوره. ايه عجين يا رضوى حلو التك في العجين. عجيني عشان يجيب الدقيق اللي تحت. الدقيق في عقلية الحل. عجيني عجيني يا رضوى. لا التك على العجينه التكي. احنا بادئين معاكم العجين من الالف للياء اهو. اول ما دخلنا الدقيق قد العجين عجيني تك. عايزه تتعلمي بقى وعايزه تعجني. اغسلي ايدك وتعالي عجيني يا ست ام رضوى. يلا انا عايزه اغسلي ايدك. حبايب قلبي، احنا بنتعلم، خالته علمتنا اول مع بعض. دلوقتي بقى ماما كمان هتطلع تعجن معانا الفطير. يلا يا ماما. انت عجيني علشان ايدك تسلت العجين هنا. يلا يا ست ام رضوى. هو انتوا يعني عايزين تاكلوا مشلتت مش هتاكلوه كده على الجاهز يعني. يلا عجينه. اوعي الماما يا رضوى، اوعي الماما. هي العجينه مش كتيره اهي لكن هنلته قوي وعايز يتلت قوي المشلتت ده. كمان لازم نبقى مختارين الدقيق يكون نوع كويس، ما يكونش دقيق ما يكونش النوع بتاعه مش كويس يجي نيجي نفرد فيه يتقطع. النهارده متجمعين عند خالته، هتعملنا احلى فطير
الفلاحي. حبيبتي بنات يا حبايب جنى. قلبي ده يا بنات، كلنا طالعين في الفيديو كده مع بعض، كلنا عند خالته كده بنعمل فطير مع بعض. هناكل بقى النهارده فطير، احلى فطير. حبيبة قلبي يا رضوى، عينيا ليك يا جنى انت ورضوى. اللي بتعجن معانا ديت ام رضوى يا جماعه. نعم يا حبيبة قلب خالته. يلا بينا. احنا العجين بتاعنا خلص اهو يا بنات. عندنا بقى من اللي هي الكاس اللي هي بتاعتنا العاديه خالص، هو هنغطي اتلد بيها خالص اهو ايه، عشان يخرج. اتلت خالص اهوت. رضوى ومامتها لتوه خالص. احنا هنركنه شويه يرتاح. احنا بقى مننا على السطح وهم مكسرين ينزلوا يجيبوا استريتش، فاحنا فتحنا كيسين. الجيش بيقول لك اتصرف، فاحنا اتصرفنا اهو. ونغطيها اهي كيس عاديه خالص، بنفتحها ونغطيها. هنركنها نص ساعه لحد ما ترتاح وهنرجع نقطعها معاكم. بنات حبايب قلبي، احنا سيبنا العجينه بتاعتنا ترتاح لمده نص ساعه. جبنا بقى طبق دهناه زيت عشان زيت نقطع اهو. العجين بتاعنا. هي رضوى بتقول لي شوفي يا خالتي العجينه خمرت. لا يا رضوى، احنا مش حاطين ماده رافعه ولا حاجه للعجين، مش حاطين خميره ولا حاطين اي حاجه اهي. بس هي رفعت ارتاحت اهي، مش رفعت ماده رافعه، لا ما فيش فيها خميره، هي ارتاحت اهي. هنقطعها مع بعض اهي. احنا هنعمل ديت فطيره اهي، مقاس الصينيه اللي انا هفرد فيها عشان ما تبقاش كبيره اهي. اهي يا حبايبي، دي فطيره. ماشي يا رضوى يا يمين يا بابا انت يا جنى. اهو يا حبايبي اهو. تقطعي العجين مقاس الصواني اللي عندك عشان تفردي. بنات حبايب قلبي، جنى اختي عايزه تقول لخالته حاجه معاكم كده دلوقتي. تسلم ايدك يا خالتي. تسلميلي يا جنى. اهي نقطع الفطيره مقاس الصينيه اللي عندنا عشان لما نيجي نفردها في الصينيه ما تبقاش تخينه. مقاس الصينيه عندك بتاخد الفطيره كيلو، بتعملها كيلو بتاخد اقل، تبقى تعملها اقل اهي. انا هنقص عشان ما تبقاش تخينه عندها الصينيه اهم يا حبايبي. اهو يا بنات اهو ندهن الصينيه زيت اهي. وهنستنى بقى، قطعنا الفطير بتاعنا معاكم اهو، هنستنى لحد العجينه ما ترتاح عشان نفردها معاكم وتشوفونا احنا بنعمل احلى فطير مشلتت. الحته دي بقى يلا بينا نصلي على النبي يا بنات. عليه افضل الصلاه والسلام. برضه هنغطيها بالاكياس اللي فتحناهم مع بعض ده اهي عشان العجينه ما تنشفش مننا اهي. ياس عاديه خالص يا بنات. اما العجينه ترتاح هنرجع لكم تاني. العجين بتاعنا رفع وهي ريح وهي بنات. هنفرده بقى دلوقتي مع بعض. هاتي ازازه الزيت يا رضوى، شيلي الطبق ده يا رضوى. حطينا شويه زيت، هنحط عباس حط كمان حبه بس. يلا ده بنات الطبليه اهو ندهنها زيت عشان نبدا بس يلا بلاش عكاكي. خلاص يا جماعه احنا دهنا الطبليه اهو، وهنبدا نبطط اهو. شايفين بقى جمال الفطير بتاعنا بعد ما فردناه ورصناه؟ شايفين اصلا بيقب ازاي معانا في الفرن، وحطيناه في الفرن عشان ناكله، يعني ناكل معاكم الفطير بقى. كان احلى فطير بجد والله. تسلم ايديهم، تسلم ايد رضوى، تسلم ايد رضوى، تسلم ماما. كان فطير لا يعلى عليه. شايفينه اصلا بيقب معانا ازاي وجماله. احنا بدأنا ان احنا بقى نسويه علشان ناكله. وكنا يومها الصراحة كان ده غدانا. عملنا بقى جبنة حادقة، وبقدركم بقى مع الجبنة الحادقة والعسل بقى، وجبنة حادقة وطحينة بقى وطماطم وبصي وتاكلي احلى غدا. فطير معمول بالسمنة البلدي، معمول بالسمنة الفلاحي، معمول بالقشطة، معمول بروح حلوة، معمول بنكهة اللمة والطعم الجميل.
تسلم ايديهم. انا الصراحه ما عملتش فيه حاجه، انا صورتهم يومها بس انا قعدت سويته بقى. ايه رايكم بقى في تسويتي؟ شوفوا بقى التسويه وجمالها، حاجه كده تشرح القلب. بألف هنا اللي كان منه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد بيعملوا اجمل واحلى عيله في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشوفكم بقى، سيبكم تتمتعوا بالمنظر الجميل ده قبل ما نختم الفيديو بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه فروحه، سيبيهم بس يتمتعوا بالمنظر الجميل ده. فرح بتصبح عليكم او بتمسي عليكم على حسب ما بتشوفونا. ايه قلب ماما؟ ايه ده؟ ده حاضر يا توته. تعالي قولي لهم باي باي. يلا قولي لهم باي.